تفتكر ليه لما بناكل لبان بنحس ان في حاجه في شخصيتنا بتتغير؟ فاكر تلاقي نفسك بتعمل صوت تاكله بطريقه غريبه، فرقع بالونه، بالذات البنات مثلا. لو بتحس زيي فاحساسك صح طبعا، عشان زمان في الحضاره الرومانيه اللبان كان رمز للمكانه الاجتماعيه زي البراندات كده. لو معاك لبان معنى كده انك غني ومحدش قدك. يمكن عشان كده شخصيتنا بتتغير اول ما بناكلها. اللبان اللي بتاخد بيه باقي ده عنده تاريخ اكبر مما انت فاكر. هتقول لي انت بتاكل لبانه وزهقان وطالع تقول لي اي كلام وخلاص. فكره اللبان دي من قبل ما احنا نفكر اصلا نبني الاهرامات. القصه بدات من زمان قوي، في حضارات زي المايا مثلا والاغريق كانوا بيستخدموا حاجه كده معموله من عصاره شجر اسمه الشيكي، كانوا بيمضغوه عشان ينضفوا اسنانهم. بس طبعا ما كانش عندهم رفاهيه لبان بالنعناع وبالبطيخ وبالكلام ده، هم عايزين بس اي حاجه تخلي ريحه النفس حلوه، نفس فكره معجون الاسنان كده. في مصر القديمه بقى، مش اللي جنب المعادي، مصر القديمة، مصر القديمة. الموضوع كان مختلف شويه. كانوا بيستخدموه كبخور في المعبد، كان بيرمز للنقاء والطهاره. اللبان تخيل، مش بس كده، كانوا بيعتبروا اللبان ده حاجه مقدسه، كان من اغلى القرابين اللي ممكن تتقدم للالهه، عشان كان بيستخرج بصعوبه وبيجي من اماكن بعيده قوي. طب بالنسبه للبان العربي كان اسمه وقتها الذهب الابيض. الجزيره العربيه كانت بتصدره للهند واوروبا. على فكره كان من اهم المنتجات وقتها، وكان بيتدخل في كل حاجه من الطقوس الدينيه للتجاره وحتى العلاج. والله زي ما بقول كانوا يستخدموه كانه دواء طبيعي. لكن اللبان اللي كلنا عارفينه دلوقتي ده كان بدايته في القرن ال19 في امريكا. الراجل اللي اخترعه توماس ادم كان بيحاول يلاقي استخدام مفيد لعصاره الشجر. ليه ما نضيفش نكهات بطيخ، توت، مستكه؟ الغريبه ان اللبان مش بس للتسليه، الابحاث كمان بتقول انه بيساعد على التركيز وبيقلل التوتر. مش عارف ليه بصراحه، ما اعرفش ليه بقى كانوا بيحسسوك بالذنب لو كنت بتاكل لبان في الشغل او في المدرسه او في اي مكان. اللبان هيفضل الحاجه اللي انت فاكرها تافهه، بس ما تقدرش تتخيل لو اختفت من حياتك. من اول ما كنت بتاكله وانت صغير وتعمل بيه بالونه وتفرقعها، لحد ما بتاكله دلوقتي عشان يقلل التوتر بتاعك حتى وانت كبير ومؤخر تاسك عليك في الشغل. وانت بتحب اللبان عشان تعمل بالونه، ولا على طول متوتر ومؤخر الشغل عليك؟